يا مساء الخير والورد والياسمين. بصوا دي كده، دي ايه؟ دي ورقه ب100 جنيه. ماشي، دي ورقه ب100 جنيه. الورقه دي عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات بتجيب ايه. يعني لو انت خارج ومعاك 100 جنيه مثلا، او هتسيبها مصروف للمدام او كده، ممكن تجيب ايه في اليوم؟ يعني 100 جنيه دي ممكن تجيب فطار وغدا وطلبات بيت ومواصلات وكده وسندوتشات للعيال، والليله دي ب100 جنيه دي. اكتبوا لي بس بتعملوا ايه بال100 جنيه دي دلوقتي. انا شخصيا ال100 جنيه دي بس يا دوبك فطار وعيش واكل ارداحي، بس كده، من غير اي حاجه تانية، من غير اي حاجه تانية. يعني لو هعمل مثلا هجيب فطار فول عيش طعميه بتاع زي كل المصريين. ولو جننت في نافوخي مثلا ونفسي هفتني على بتنجان او على شويه سلطه او اي حاجه. وطبعا مش اقل من 10 جنيه عيش كده، مش اقل، فيما فوق. وطبعا انتوا عارفين دلوقتي الفول والطعميه بتوع الغلابه بقوا عاملين ازاي. وهتجيب غدا من دي مثلا. طبعا دي مش هتجيب لكم اي نوع من انواع اللحوم، يعني انسى. يعني لو 100 جنيه دي ست بيت واخداها وراح السوق مثلا، وهتصرف ال 100 جنيه دي بعد ما تجيب الفطار وكده، مش هتجيبي منها اي حاجه من اللحوم خالص. يعني هتجيبي منها مثلا، هتعملي كيس مكرونه، تجيبي طماطم، وهكذا. ال 100 جنيه خلاص خلصت بالنسبه لي. يعني لو حضرتك رب اسره ونازل تجيب فطار من مطعم وخدت ال 100 جنيه دي معاك، يا دوبك هتجيب لك فول وطعميه وعيش وكده، يعني شويه فطار بس لسه ما بدأناش يومنا. الجنيه بنجيب بيها فطار فول وطعميه وعيش وبتنجان، ولو نفسك هفتك على حاجه تانية هتجيبها من مطعم. لو انت مثلا عندك عيال وبيت بس يا جاسر، لو انت عندك بيت وعيال وكده، 100 جنيه مش هتكفيك بس غير فطار. لسه يومنا ما بدأش، ولا غدا ولا مواصلات ولا حاجه خالص. تخيلوا، بصوا اللي فوق فضحنا، الفلتر طلع في وشك. يا ابني الفلتر، يا ابني. لا مش هينفع دلوقتي موضوع القرود ده. تاخدوش في بالكم من اللي بيعدي، تاخدوش، هتلاقوا حاجات بتطلع من تحت وحاجات بتعدي من جنبي، فما تاخدوش في بالكم خالص. فالمهم ايه، عايزاكم تكتبوا بس قبل ما نتفضح اكتر من كده. قولي لي بس ال 100 جنيه دي، اكتبوه في التعليقات. ال 100 جنيه دي بتعملوا بيها ايه في اليوم؟ بتكفيكوا ازاي؟ بكلم جد والله. اكتبوا لي وقولوا لي بتعملوا ايه بال 100 جنيه دي. يا دوبك تكفي. وانا اليوم مصممه على العيش والحلال. مالي انا ب 100 جنيه ولا مش 100 جنيه ولا أنا مالي اللي بعمله في نفسي ده. انا مالا. طب انا ممكن اطلع اعمل اي حاجه، طيب اطلع اجيب حله محشي كلها ولا اعمل اي، انا بطلع اتكلم ليه؟ انا مالي بال 100 جنيه ولا مش ال 100 جنيه. انا مصممه ان انا، يعني، مش عارفه. يا خبر اسود ومنيل عليا وعلى سنين السود. انا مالا، انا مالا. انا احسن لي اروح اجيب فسيخيه واقعد اكلها، ولا اروح اعمل لايف على التيك توك واريح نفسي وكده، بدل ما انا بطلع بتكلم كده وشكلي كده هروح في توكر بسبب اللي انا بطلع اقوله ده. انا مالي، انا مالي يا خرابي. الحقيني يما. يا جدعان، الاخر كده يعني، ربنا يسترها عليا. انا مش هطلع اتكلم في سياسه تاني، ولا هطلع اتكلم في امور الدوله العليا. ماشي، عشان كده الحمد لله ربنا يسترها عليا. ده تاني فيديو اعمله بنفس النظام، وربنا يستر. ماشي. وانا قلت قبل كده في فيديو فات انا ما بحبش العيش والحلاوه. ماشي يا جماعه، يلا اشوف وشكوا على خير. شاركوا الفيديو وحطوا اعجاب، ويلا لايك وشير وكومنت كتير. واكتبوا لي برضو بتعملوا ايه بال100 جنيه دي، وبتكفيكوا ايه في اليوم. يلا سلام عليكم، استرها علينا يا رب، استرها علينا يا رب، سلام.